جدا مع عمرو. حلو الجواز مش كده؟ ها جواز حلو على فكرة، جواز جميل. الراجل ده زي اللي عندنا. بكرة الصبح ننزل على السفارة ونكتب الكتاب ونعلي الجواب، وابعت افرح امي وابويا، وانت كمان تبعتي لاهلك وتقولي لهم ربنا وقعني في الواد اللي هو. مش كده امال حيلك؟ هي دي كمان هتاخدها قفش؟ مش قلت لك يا قفش هنا يا تقفش نهاية؟ الكلام ده عن الدنيا مش عني. النهارده انت دنيتي وكل حياتي. المهم في بكره مش النهارده. بكره هنعمله احنا بايدينا، انا بكفاحي وانت بجمالك ورقه قلبك اللي ملهاش مثيل. وانا كل ما ربنا يفتح عليا بكلمتين تقومي تعيطي؟ انا كده طول عمري، كل ما افرح واكون سعيده اعيط. بالطريقه دي بقى هتعيطي طول عمرك، لان ناوي اساعدك على طول. قوم يا جميل، ده نتاخر ويرفدونا. حنان 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 حنان. عزيزي ممدوح، كم كنت أتمنى أن أبني معك الأمال الحلوة التي عشناها، ولكن طريقي غير طريقك وحياتي غير حياتك. مع خطابي مبلغ ضئيل أرجو أن تقبله، ورجائي ألا تبحث عني أو تحاول أن تراني. أنا بالنسبة لك امرأة بالعنوان. حبيبي يا ابني، الف حمد لله على السلامه، الف حمد لله على السلامه يا ضنايا. ترى ايه يا ام ممدوح؟ سيبي الواد يستريح شويه. هعمل ايه؟ مش مصدقه اني عشت وشفته داخل عليا من باب تاني. يا حبيبي يا ابني، ده انت ليك وحشه كبيره قوي، البيت من غيرك ما كانش له حس. الحمد لله، ربنا كريم، عارف ان احنا غلابه ومحتاجين له. ايوه يا اخويا، محتاجين له جنبنا يا ضنايا. اما اروح اعمل لكم شربات. انا قلبي بيقول لي ان في حاجه كبيره هي اللي رجعتك. حاجه ايه بس يا بابا؟ والله مش عارف، شايفك كده مهموم وحزين مش زي عوايدك. خليك ممدوح. دوح حبيبي دوح حبيبي يا قلبي. ازيك؟ استنى بس، استنى اقعد. تصدق بالله ما صدقتش ماما لما قالت لك رجعت. ماما لا دلوقتي ماما، انت ليه انت بتصدق امك؟ انا طول عمرك لسانك طويل، حتى لما رجعت من اوروبا. استنى بس يا اخويا سيبك من اوروبا بلا وجع دماغ. لكن قول لي ايه اللي رجعك من اوروبا؟ انت ضربت هناك ولا ايه؟ اشتقت لكم يا اخي، وحشتوني. اشتقت لنا؟ انت شاتل الفقر يا فاعل. يا اخويا ما تقولش كده على الواد. يا ست سيبيه، ابن خالته بيهزر معاه. ولا يهمك، ما تشيليش هم يا خالتي. انا من بكره هشغله معايا في مطعم اللوكاندا. انا دلوقتي ليا كلمه هناك تقلب الكوسه بتنجان. انت اتجننت في عقلك يا زغلول؟ عايز تشغله جرسون بعد ما خد بكالوريوس التجاره؟ تكونيش فاكره يا خالتي ان ابنك ولاد بركه هيشتغل رئيس مجلس اداره ولا امين شرطه اسم الله؟ ده بالكتير معروفه يعني.
يا بائع جرايد يا غاسله للاطباق، ولو اشتغل في المير ان شاء الله هيبيع هدومه. يو امال هو خد الشهاده ليه؟ استنى جوز خالتي عشان يتجوز بيها. اصل اهالي البنات بتوع اليومين دول مخهم متاخر 50 سنه لورا. اسمع يا ولد، انا مش فاهمه منك حاجه، تعالى الاخ خلينا على جنبنا. اتفضلي يا اختي زي اختك اسم كمان. الله يا اخويا، اسم الله يا حبيبي، ربنا يخليك ليا يا رب. سيب الواد بقى احسن اتهدى. وحشني يا اخويا وحشني. ايه انتوا ما عندكوش غير رغي؟ غير قوام طفايات السجاير بسرعه. حافظ اللي قالك عليه احسن، ده مجنون ودماغه طائق. كل عيش كل عيش. في حد يبصبص للزباين كده؟ افرض المتر شافك وانت بتبحلق في الوليه كده قوي، هيقول لك ايه؟ هي مين؟ هي زغلول حنان. اسكت يا اخي، خلي امك تزورك المشايخ ولا تعمل لك زار ولا تعمل لك حجاب ولا حاجه، كل ما تشوف واحده تقول هي. بقول لك هي زغلول. انت ايه التانيه فقيره وعندها شغلانه على قدك. الحكايه فيها سر، انا اروح اكلمها. تعال انا ممدوحه عشان كل عيش يعني. كل عيش. ايه واقفين ترغوا في الشغل؟ اطلع بالسيرفيس قدامي. اطلع بالسيرفيس. اطلع. يلا رب البيض. يلا اقلب البيت. معلقه لا مؤاخذه بس معلقه يمكن تكون. ايه اللي انت هببته ده انا ما صدقت شغلتك يا اخي. والنبي يا حاج عشان خاطر الواد يسامحه. بالشرف لن اطالب الا باعدامه. انا المتر اوزوريس ابن منفيس يتعمل فيا ده كله بعد خدمه 19 سنه. يا حاج اوزوريس دي ظروفه الاجتماعيه قاسيه. ظروف